السلام الشيرات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. وصفتنا نهار اليوم راح تكون هذه التحليه اللي من كثرة اللي بنينا كلاوها قبل ما نكمل التصوير تاعها. ان شاء الله تعجبكم التحليه، كملوا الفيديو للاخير. وفضلا وليس امرا ما تنسونيش بجميل الفيديو الاشتراك في القناه اللي مازال ما اشتركش. نبداو على بركه الله، نروحوا نخدموا الطبقه الاولى من التحليه اللي هي راح تكون بسكوي. هنايا درت حبه بيض درجه حراره المطبخ، نضيفوا لها 4 ملاعق تاع سكر، نضيف لها 4 ملاعق تاع زيت، ونزيدو 4 ملاعق تاع حليب. هنا نخلطوا كلش مع بعض حتى يذوب لنا هذاك السكر، يمتزج الخليط مليح. نروح نضيف شويه تاع فانيلا. هنا الفانيلا انا استعملت السائله، انا ما كاش متوفره عندي الفانيلا البودر، ضفت السائله. نخلط مليح هذا الخليط ونروح نضيف هنايا البسكوي اللي هو هنايا البسكوي انا استعملت ماكا وطحنته بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا. ثاني راح نديروا 4 ملاعق. هذا البسكوي يجي بزاف هايل، بسكوي 4 ملاعق وغير بحبه تاع بيض. نضيف لها ملعقه صغيره تاع خميره كيميائيه، خميره الحلوى، ونخلطوا الخليط كامل مع بعضه. في هذا الوقت انا راني سخنه الفرن على 180 درجه. هذا هو القوام اللي تحصلنا عليه تاع الخليط تاع البسكوي. هذا البسكوي كي راح طيبوه ما راحش يدي بزاف الوقت باش يطيب. هنايا عندي البيركس ولا الدوسني ولا المول اللي راح نديرو فيه. انا درت فيه هذا اللي الطول تاعو والعرض 20 على 25. هنا نفرغ هذاك الخليط تاع البسكوي تاعي كامل كما راكم تشوفوا هنا، نمشوه على السطح تاع الصينيه تاعنا. هنا الصينيه راني درت لها الزبده والفارينه قبل ما نفرغ البسكوي. اكيد هنا نضربوها باش يخرجوا هذوك الهواء، الفقاعات تاع الهواء، باش ما طلعناش البسكوي تاعنا. هنا بعد ما طيبتها ما راح تشد لنا بزاف الوقت، نجيب نصف كاس تاع حليب ونبدا نشرب بها البسكوي تاعنا. نشربوه هو تبغوا تخلوه شويه يبرد ولا ديروها نيشان سخونه، يكون سخونه تفرغوا عليها الحليب قصدي. هنا نروحوا نمروا نخدموا في لاكريم اللي راح نديروها من الفوق. هنا عندي كاس كبير تاع حليب، نزيد له علبه فلان فانيلا. هنا درت هذا 50 غرام. اللي ما عندهاش هذا وعندها تاع الميزان دير 2 مغارف ونص كبار تاع فلان. وعندي ربع كاس تاع زيت. هنايا كما راكم تشوفوا درت في الميكسور باش نخدموا بالبرا ميكسور. هنايا باش على هذه الخطوه اللي درتها باش يولي عندي الخليط رغاوي. هنا قبل خدمت الحليب مع الفلان حتى ذاب، ومن بعد زدت الزيت حتى نتحصلوا على خليط رغاوي. هنا راني عاود قلبت كلش في الطاوه، زدت ضفت له نص كاس تاع حليب، نديروه فوق النار ونخلوه حتى يولينا كيما الفلان. هنا كانت عندي 2 حبات تاع بانان، قطعتهم هكا دوائر وستفتهم فوق البسكويت كما راكم تشوفوا. هنا ستفتو كامل فوق البسكوي ونروحوا نفرغوا الخليط تاع الكريمه اللي راح نديروه. انا درت هذه الطريقه تاع الملعقه باش كي نكونوا نفرغوا ما يتزحزحليش هذاك الشرائح تاع البانان على بعضها كما نقولوا، باش يجي كامل مستوي. فرغوا كامل هذاك الخليط تاعنا، لازم تكونوا سريعين شويه باش ما كما نقولوا ما يجبد لكمش الفلان. هنايا فرغته كامل كما راكم تشوفوا. نسوي السطح كامل، نسويه مليح كاش مناطق ما وصل لهاش الخليط نمشيه كما راني ندير انا هنا بالملعقه. هنا نروح نجيب بابي سوليفان اللي هو الورق البلاستيكي الغذائي، نديرها هكا من الفوق كما راكم تشوفوا هنا باش تجيني طبقه مستويه وباش ما يديرليش هذيك القشره اللي تجي من الفوق. ونروحوا نديروه في الثلاجه. هنا كي نديروه في الثلاجه ماذا بكم ديروه من 2 سوايع حتى 4 سوايع راكم في الفايده باش يبرد لنا مليح. وشوفوا هنا كنت مازال كاع ما كملتش مراحل تاع التصوير ولا تاع كمال تاع التحليه، وكانت ميليسا ديجا كلات نصها بصحتها وربي يحفظها من كثرة اللي بنينا. قولوا لي في لي كومونتير اذا عندكم ناس كي من هكا في الدار. نروح نجيب هنا الكراميل. انا اختاريت هذا الكراميل اللي يتباع في القرع كما راكم تشوفوا هنا، اللي بغات تخدم الكراميل تخدمه. هنايا نفرغ الكراميل كما راكم تشوفوا من الفوق. هنا علاه راح ندير الكراميل لخاطر راح انا باش ندير اللوز ايفيلي.
كون ندير لوز ايفيلي نيشان على الطبقه تاع الكريمه هذيك ما راحش يلصق لي. هنايا درت الكراميل باش يلصق لي هذاك اللوز ايفيلي اللي كنت ديجا حمرته. ومن بعد عاودت فرغت فوقه كما كنتم تشوفوا درت اللوز ايفيلي، ومن بعد نعاود نروح نزيد نزينها من الفوق بالكراميل. هذا الخطوه راهي اختياريه. هنا كان اللي يبغي يدير كريم شانتي والثاني يجي شباب. هنا نروح نوري لكم كيفاش خرج القوام تاعها وكيفاش الطبقات كيفاش خرجوا. شوفوا هنا الطبقه تاع البسكويت كيفاش خرجت، والطبقه تاع الفلان هذا كيفاش خرج. وهنايا البانان شوفوا كيفاش راح يبان لنا. شوفي هذه التحليه تجي بزاف روعه وبنينه بنينه بنينه، قد ما نوصف لكم ما تامنوش، تجي بزاف بنينه. راح نقسموا نشوفوا القوام تاعها تجي بزاف هايله. وداك البسكويت عطاها زاد عطاها واحد البنه فار. ان شاء الله تعجبكم الوصفه الشيرات وتجربوها في هذا رمضان. وفي الاخر ما تنساونيش بجمل الفيديو اشتراك في القناه اللي مازال ما اشتركتش، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر في وصفه اخرى. سلام.